شفنا في الحلقة اللي فاتت صاحبنا لما واجه الأخين وأفقدهم الوعي عشان المعلم قبضة ياخد حقه بنفسه منهم، وبعدها طلب قبضة من كيم يبقى السيد بتاعه ويخليه أقوى، وبالتالي صاحبنا عدل على جسمه وخلاه شبه وروه. اتعرفنا على الكتكوتة الصغيرة جانيت وصاحبنا أخدها تلميذة عنده وكمان قدر يصحي لها قدرتها. آخر حاجة شفناها إنه راح لجزيرة أهين عشان يجيب تقنية صقل المانا من سيجموند عن طريق إن هو يساعد زوجته. لو مش فاكر الأحداث أو لسه جديدة بالصحاب فتقدر تتابع الجزء المجمع من الحكاية من علامة الأي اللي فوق أو من الرابط الموجود في صندوق الوصف. صلى على النبي وادعي لاخواتنا في كل مكان، ولو حابب المحتوى فتقدر تساعد اخوك بلايك وشير للفيديو. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد ما هدير اتنفضت وخرج منها كميه كبيره من المنى الظلاميه، بيقلق سيجموند جدا وبيروح يقفش في المعالج وبيقول له ايه اللي بيحصل بالظبط، روح يا عم كمل علاجها بسرعه. لكن الكاهن مش بيتكلم والبنت هي اللي بترد وبتقول له ما ينفعش عشان خلاص الوضع ما ينفعش يسمح اننا نستخدم عليها الطاقه المقدسه. بيصرخ سيجموند ويقول يعني خلاص زوجتي هتروح مني كده، لكن كيم ابن الاصول بيقول له لا يا عم احنا لسه قدامنا حل نعمله، اهدى بس. بيستغرب سيجموند كده وبيساله هو ايه. كيم بيساله الاول اذا كان التعب اللي عندها ده كان لعنه من ملك شيطاني لما كانت في الاحياء شديده السواد. فبيتفاجئ سيجموند وبيقول له انت ازاي عرفت المعلومه دي؟ مش مهم، قول لي انت عندك حل دلوقتي يعني. بيقول له كيم ايوه طبعا عندي حل، وده اللي انا كنت بحاول اقوله لك من ساعه ما دخلت الاوضه هنا. بينزل سيجموند على الارض يعتذر له عشان شك فيه من الاول وبيسترجاه يساعد زوجته وهيعمل له اللي هو عايزه. بيبكي من الحزن كده وبيقول ارجوك يا سيد انا بحط اسمي وشرفي كمحارب ان انا هنفذ لك اي حاجه لو قدرت تساعدني. شوف الخنزير يا جدعان، اكتر واحد بيحب يستغل المواقف. صاحبنا بيقول له تمام اتفقنا، وعلى طول بيستعمل كل مهاره عنده لها علاقه بالتحكم وتهدئه المانا عشان يساعد زوجته في السيطره على القوى الظلاميه اللي جواها. بعدها بيقول لسيجموند خليك فاكر كلامك كويس عشان هحتاجك كمان 5 دقايق. بيعرفنا كيم ان اللعنه الشيطانيه دي بتيجي من ملوك الشياطين الموجودين في المتاهه العظيمه، ودي لعنه بتستهدف الروح نفسها وبتستنزفها لحد ما بتلتهمها بالكامل. سيجموند بيطمن على الهدير وبيقول ان الاعراض اتوقفت. هو انت عالجتها خلاص؟ بيقول له كيم لا لسه، انا بس خليتها ترجع للنوم تاني بعد ما سيطرت على القوى الظلاميه اللي عندها. بيوصلوا الكهنه ومعاهم الاغراض اللي طلبها كيم، فبيقول لهم جيتوا في وقتكم يلا عشان نبدا على طول. بعد ما بيخلط الاعشاب سوا بيخلي الكهنه يرسموا دوائر سحريه كده تحت هدير ويعملوا شويه طقوس خزعبليه ملناش دعوه بيها. جنبهم كيم بيستعمل كل حاجه لها علاقه بالكيمياء وبيصنع جرعات عشان يخلط باقي الاعشاب. بتتكلم المعالجه وتقول انها خلصت من التحضيرات، وبيكمل الكاهن ويقول انت متأكد يا سيد كيم من الطريقة دي انها هتنجح؟ بيقول له كيم انا متأكد، وعلى الاقل الطريقة دي احسن من اللي انتوا كنتوا بتعملوه. بيقول كيم في نفسه ان الطريقة دي مش مضمونة حتى في اللعبة، وكل اللي هيعمله دلوقتي هو انه هيحفز قوة الروح عشان تطرد اللعنة بنفسها، وده يعتمد على قوة روحها دي. القوة الظلامية دي لو حاولت تعالجها بسمة العلاج او الطاقة المقدسة ده يعتبر بالظبط انك بتترول في اللعبة وهيعملوا عليك ريبورت. انما احنا هنا مش في اللعبة والبنت هتموت بجد، وافضل طريقة حاليا هي انك تستدعي المخلوق اللي بيمتص طاقة حياتها. وبالفعل بعد ما كيم شربها الدواء بدأت الطاقة الظلامية تخرج منها من تاني، وكمان بدأت تتحول لشكل شيطاني وبيطلع لها قرون وأجنحة شيطانية. بيتفاجئ سيجموند وبيقول لكيم هو ايه اللي بيحصل لهدير بالظبط يا سيد كيم؟ انت متأكد ان دي هي الطريقة الصحيحة للعلاج؟ بيرد كيم ويقول له انا متأكد طبعا واحنا ماشيين كمان في الطريق الصحيح. بيحط سمات العلاج وبيطلع طاقة مقدسة من ايده وبيخبط بطن هدير بيها، وبيكمل ويقول الشياطين لازم يتم القضاء عليهم لما يخرجوا من الجسم. وفورا بدأت الطاقة المقدسة اللي انضربت في الشيطان تنفجر وتؤذيه من القوة، وأخيرا بينفجر جسمه بالكامل وبيخرج من جسم هدير. بترجع هدير تاني على السرير زي ما كانت، فبيجري سيجموند عليها لما شاف انها فائت وبيطمن عليها اذا كانت كويسة ولا لا. انت بتعيط ليه يا سيجموند؟ هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ بيفرح سيجموند جدا وبيقول الحمد لله انك كويسة، انت بقالك نص سنة نايمة وبتعاني، لولا مساعدة الراجل الطيب اللي هناك ده انت كنت هتروحي مني للأبد. بيبص صاحبنا على الكهنة ويقول لهم ان دورهم جه خلاص، يقدروا دلوقتي يبدأوا بضخ الطاقة المقدسة بجسمها عشان يعالجوها بما ان الشيطان خرج. بيعدي الوقت وبيقعد صاحبنا مع سيجموند وبيعمل له خربوش شاي وبيشكره على اللي هو عمله معاه. فبيسأله سيجموند عن اللي جابه للجزيرة هنا من كوريا. بيقول له كيم انا جيت طبعا عشان اشوف سيادتك مش جاي اتفسح يعني. بيستغرب سيجموند وبيقول له شوفنا انا يا ابني، هل ده له علاقة بالطلب اللي انت كنت جاي لي فيه؟ بيقول له كيم بالظبط كده، انا عايزك تعلمني تقنية صقل المانا الخاصة بالمحارب سيجارد. بيعرفنا كيم بقى ان سيجارد ده هو سلف سيجموند، يعني جد 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 كده يعني. الراجل ده كان محارب مشهور جدا في الاساطير الشمالية، وتقنية المانا الخاصة بيه تم توارثها للي من نسل الدم بتاعه. التقنية دي واحدة من اقوى تقنيات
المانا، او زي ما قلنا قبل كده دي النسخة المطورة من التقنية اللي حصل عليها من القرن. بيقعد صاحبنا وبيوجه سيجموند المانا في مسارات السحر عند بطننا، وده طبعا عشان يقدر يحس بيها، وبيقول ان كل خلية وكل عضلة في جسمه دلوقتي بيحصل لها ايقاظ، وحتى سمة المانا عنده بتتغير عشان تبقى اقوى. اخيرا بعد ما بتهدى المانا في جسمه وتستقر جواه، بيبارك له النظام على حصوله على تقنية سيجارد لتنقية وصقل المانا. فبيفرح كيم جدا وبيقول ده حلو قوي، انا مش بس زادت عندي سعة المانا بمقدار 30%، لا وكمان مع السمة دي فانا جاهز دلوقتي استقبل تقنيات السيف القوية. بيدخلوا عليهم المعالجين وبيعرفوا سيجموند ان هم خلصوا من علاجها دي، فبيشكرهم جدا على جهدهم وتعبهم معاه. وبعدها بيتكلموا مع كيم وبيقولوا له انت رائع جدا يا سيد كيم عشان قدرت تعالج اللعنة دي. معلش ممكن سؤال، هو حضرتك تعرف تعالج لعنات تانية كمان؟ بيقول لهم صاحبنا يمكن عندي طريقة ولا اتنين، في حاجة ولا ايه؟ بيفرحوا جدا وبيقولوا له بالله عليك يا شيخ وحياة عيالك علمنا ازاي نعالجها، لو محتاج فلوس احنا مستعدين نبيع اي حاجة ونديلك بس علمنا. بيقول كيم في نفسه لا 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 لا، مش دي فرصة بالنسبة لي برضه اعمل صداقات مع معبد سور وجايا؟ طب والله فكرة. وعشان هو عيل خنزير بيقول لهم ان هو ناوي يعلمهم ببلاش، عشان هم بيشتغلوا ليل ونهار عشان يعالجوا الناس ببلاش، وكمان منظمة الحراس اللي تبعهم بتحمي الناس دي. بيفرحوا الكهنة جدا، والمعلم ده بيقول في نفسه ان موجود في اللعبة طريقتين بس عشان يتعامل معاهم، لكن هنا في ارض الواقع هو هياخد طريق جديد. بيضحك لهم كده ويقول لهم ده كله طبعا عشان خاطر الناس. خاطر الناس يا ابن النصابة. بيقول كيم في نفسه انا متأكد 100% ان المنظمتين دول مش هيقبلوا يتعلموا طريقة العلاج ببلاش. وبضحكة خنزير كده بيقول لما ساعدهم مرة ببلاش هيطلبوا منه مساعدة في حاجات اعمق بكتير، وساعتها تبدأ سلسلة المهمات المخفية والجوائز الكتير. بيعدي الوقت وبيكون في مهرجان بيحصل في المدينة، وصاحبنا اخد برطمان عرق سوس من اللي مش بيشربوا ده عشان سيجموند ومراته عايزينه يشرب. بيبص عليهم ويقول استغفر الله، عايزين يشربوني منكر وفسق؟ عالم انجاس والله، حوش ياض الايمان والتقوى اللي نازله عليك، ده انت خنزير. بيعدي اسبوع وصاحبنا مقعد جنب واحد مصاب باللعنه وبيشرح للمعالجين طريقه العلاج بتاعها. فبيقول كيم ان هو مش بس نشر المعلومات عن فك اللعنه لمنظمتين سور وجايا، لكنه خلى منظمه الحراس كمان يعرفوا الطريقه عشان يعالج المحاربين المصابين بيها. وبعد ما قدر يعالج الراجل ده بيكمل وبيقول هي دي الطريقه الصحيحه لطرد اللعنه من الجسم. وبعدها بيقول في نفسه انا كده قدرت اغير مصير الاباده اللي كانت هتحصل لجزيره اهين، وعشان كده هم بيعملوا الحفلات والاحتفالات دي دايما كل يوم. انا خلاص ما عدتش قادر، عايز انام، انا بقالي اسبوع ما نمتش. اثناء ما كان كيم بيكلم نفسه عن الخطر اللي بيحصل له ده، بيجي الراجل اللي كان بيتعالج من شويه وبيقول له انا كنت مفكرك مشيت قبل ما اشكرك يا سيد كيم. احب اعرفك عن نفسي، انا فتحي مدير في منظمه الحراس. معلش بقى عشان انا اتاخرت عليك، كان المعالجين لسه مخلصين علاجي حالا. بقول لك عندك شويه وقت فراغ كده نتكلم كلمتين؟ صاحبنا اصلا كان خلصان ولو شاف السرير هيركبه، عشان كده بيقول في نفسه معلش ممكن نتكلم بكره؟ فتحي بيقول له يا خساره الزعيم بتاعنا كان عايز يكلمك. صاحبنا اول ما بيسمع كلمه الزعيم دي بيتردد للحظه كده وبيقف، وبيكمل فتحي وبيقول له يلا بقى معلش هنتكلم بكره، وانا اقول للزعيم انك تعبان. كل التعب اللي عنده خف ابن الجزمه وبيقول له يا راجل تعب ايه، هو اللي يشوفك يتعب يا عم فتحي؟ قول لي بس الطريق فين وخلينا نمشي على طول. الخنزير بيتكلم مع نفسه بيقول ان الزعيم ده هو عارفه كويس جدا، عشان الراجل ده هو اصغر تلميذ لشخصيه الشيطان السماوي. شخصيه الشيطان السماوي دي يا شباب اللي فلقوا في اول الحكايه لما كان بيلعب اللعبه. التلميذ ده بقى اسمه ملك الدماء، وشخصيته من فئه اس اس ار. وفعلا بعد لحظات بيروح كيم وبيعرف عن نفسه وشويه الحبشتكنات دي. فبيقول للزعيم شينوي انا فرحان اني عرفت اقابلك يا سيد كيم، انا عارف طبعا يا زعيم المسؤوليات اللي عليكوا، وعارف ان وقتك صغير عشان كده انا جيت. بيقول له شينوي تسلم يا رجوله، اتفضل خد لك كرسي واقعد، انا سمعت انك نشرت معلومات عن علاج اللعنه ببلاش، انت بجد راجل مذهل يا سيد كيم. بيساله كيم كده باستغراب اذا كان سمع عنه قبل كده ولا ايه، عشان بيتكلم كانه يعرفه. اكيد طبعا يا سيد كيم، عايز اقول لك ان مفيش معلومه في العالم ده بتهرب من تحت ايد منظمه الحراس، وكمان انت مشهور بكونك النجم الساطع في كوريا عشان قوتك بتزيد بسرعه. قول لي صحيح تحب تكون التلميذ بتاعي؟ بيتفاجئ كيم جدا كده ويقول له انت بتتكلم بجد؟ بيقول له تشينوي انا شايف فيك هاله غريبه جدا كده، وتحسها نفس الهاله اللي بحسها من المعلم بتاعي، حاجه كده زي انك عندك موهبه رؤيه المستقبل. بيقول له كيم انت تقصد بمعلمك السيد الشيطان السماوي؟ تشينوي طبعا بيفخم ويعظم في المعلم بتاعه ان هو اقوى شخص في العالم وانه صاحب اقوى مهارات قتاليه وبتاع، بس للاسف انا بقالي اكتر من 20 سنه ما شفتوش من ساعه ما دخل تدريب مغلق. بيعرفنا كيم ان تلاميذ الشيطان السماوي هم من الاكبر للاصغر السيد السماوي والسيد الشيطاني وملك الدم، وكل الشخصيات دي من فئه اس اس ار، وكمان مستوى 8 بشري خارق.
اما الشيطان السماوي نفسه فهو في مستوى قوة تاني خالص، والمعروف عن المستوى ده هو المستوى الصفري. قوته عالية جدا بسبب السمة الفريدة بتاعته، واللي هي سمة الفنون القتالية او سمة فنون قتال الشيطان السماوي. التقنية دي موجود فيها الدفاع والهجوم، وكمان تقنية صقل المعنى، واي حاجة لها علاقة بالفنون القتالية مخلوطة في بعض. يا خسارة اخويا الكبير بس هو اللي استلم منه التقنية دي، لكن ما تقلقش عشان انا عندي تقنية قبضة الدماء بتاعتي ومش وحشة برضه. لو عايز القوة فانا بوعدك انها هتفيدك جدا. بيتحمس صاحبنا بيقول يا دين النبي، قبضة الدماء برضه مهارة من الفئة الاولى، يعني قوتها قبل المستوى الصفر بحاجات قليلة. لكن كالعادة طبعا صاحبنا بيرفض العرض ده وبيعتذر لتشينوي، فبيسأله ليه يا ابني، هو انا ما شرفكش ولا حاجة ان انا اكون المعلم بتاعك؟ بيقول له صاحبنا لا والله ابدا يا كبير، انا بس اتعرض عليا نفس المنصب من راجل كفاءة تاني وانا برضه رفضت، ده حتى اداني السيف بتاعه. حتى شوف بيتعرف عليه تشينوي ان هو سيف ملك النمور، فبيقول له كيم ايوه بالظبط هو، وانا ما ينفعش اقبل اكون تلميذك بعد ما انا رفضت، هيبقى عيبه في حقه قوي. في نفس الوقت بيقول كيم ان تقنيه القبضه قوتها برضه نفس قوه مهاره ملك النمور، فبيزعل تشينوي كده وبيقول يا خساره، يعني بعد ما لقيت تلميذي يستاهل الاقي العجوز النمر ابن الصرمه ده سبقني؟ حس كده بقى مفيش قدامي خيار تاني. بيحط ايده في جيبه كده وبيطلع تميمه وبيقول له خد دي مش خساره فيه. بيفرح كيم جدا عشان التميمه دي خاصه بالشيطان السماوي، وبيساله لو كان ناوي بجد يسلمها له. بيقول له تشينوي ان التميمه دي الشيطان السماوي وتلاميذه بس اللي يقدروا يحصلوا عليها، عشان كده حافظ عليها كويس. بيقول له صاحبنا انت راجل كفاءه والله، شكرا بجد على الهديه الجامده دي. وبعدها بيتكلم ويقول في نفسه كده انا عارف هو مديني البتاعه دي ليه. هو ببساطه بيقول لي لو انا غيرت رايي في يوم من الايام فممكن اجي عشان اكون تلميذه، وده بالظبط نفس تفكير ملك النمور. بيفكر صاحبنا كده ويقول يا جدع، لما يكون عندك اتنين من الاساطير بيتخانقوا عليك عشان يخلوك تلميذ، الاحساس ده فشيخ قوي. بيقول له تشينوي مالك يا ابني، وشك عامل كده ليه؟ انت اكيد تعبان عشان بقالك فتره ما نمتش صح؟ بيقول له صاحبنا لا لا ابدا، ده انا ممتن ليك جدا، انا هتاكد من ان انا اهتم بالتمامه دي كويس، هستاذن انا بقى عشان امشي. بيقول له تشينوي تمام، واتمنى المره الجايه اللي نتقابل فيها تكون تلميذي. بيضحك صاحبنا بخبص كده ويقول في نفسه ودلوقتي جه الوقت عشان استلم مكافآت المهمه المخفيه. بيعدي اليوم وصاحبنا بيروح الفندق، وبيجوا كهنة معبد سور وجاية عشان يقدموا له الهدايا. فبيقول لهم صاحبنا مفيش داعي والله، انا ما عملتش حاجة يعني تستاهل، والله لو كنتوا مصرين مش هرفض لكم طلب. الاتنين يا عيني بتدخل عليهم المسرحية وبيقولوا شوفوا يا جدعان التواضع والاحترام عند السيد كيم. تواضع ايه بس اسكتوا. بيفتح صاحبنا الصندوق وبيقول هو ده الكلام، تستحق فعلا تكون مكافأة المهمة المخفية. الصندوق الأول بيكون فيه مطرقة سور الأسطورية واللي اسمها ماجلونير، وبيطلب منه الكاهن يهتم بقى كويس. بيحضنها كيم وبيقول له ومين ما يعرفش عن المطرقة دي يا معلم، ده سلاح أسطوري من فئة اس اس ار، وكمان عندها سمة سيادة قوة الهجوم ضد مخلوقات الظلام. بتقول له الكاهنة يبص كمان على الهدية بتاعتها دي، وبيطلع ده درع ايجيس بتاع أثينا. فبيقول كيم ان الدرع ده برضه فيه سمة تحويل المانا وتشكيلها على شكل حاجة. الاتنين بانشكاح كده بيسألوه لو كانت الهدايا دي مناسبة ليه، فبيقول صاحبنا انتوا اكيد بتهزروا، انا بجد هاخد الهدايا دي. لكنه طبعا طماعه وبيقول في نفسه تبقوا بخلة قوي لو دول بس اللي انا هاخدهم. وفعلا مش بيكمل كلامه وبيلاقي صندوق كمان بيتفتح قدامه، فبيفرح قوي بيقول في نفسه ايوه كده دلعني، احب المهمات المخفية دي جدا. الصندوق التالت بقى يا شباب كان فيه 10 اكاسير رفيع من المستوى العالي كمان، غير طبعا احجار وجواهر الماس وزجاجة من دموع الحاكم. اما بقى في الصندوق التاني فكان فيه مفاجأة، عشان الصندوق التاني ده فيه قلب تنين حقيقي. بيقول له الكاهن احنا اتفقنا عشان نقدم لك القلب ده مع الاكاسير، واكيد هيفيدك جدا يا سيد كير. بيفكر الخبيث كده ويقول في نفسه يا ترى لو طلبت منهم طلب تاني هيقولوا لي كفايه ولا هينفذوا لي الطلب ده؟ وفعلا صاحبنا بيسالهم لو كان عندهم قلب تنين سحر لفئة النار، فبتستغرب الكاهنه وبتقول له هي مش الحاجه دي بتاعت برضه سحرة النار يا سيد كيم، هتفيدك بايه؟ بيقول لها صاحبنا اكيد طبعا عشان انا معايا النار السوداء فانا محتاجها جدا. صاحبنا بيقول في نفسه بقى انا لو قدرت اخد القلب ده فانا هحصل على سمة نار الجحيم، وبالتالي هفوز في الرهان ضد سيد برج الشمس. بيقول له الكاهن طبعا يا سيد كيم عندنا، وانا مش عايز مقابلها اي حاجه، واعتبرها هديه شكر من المعبد بتاعنا. وفعلا بيخرج من خاتم التخزين بتاعه قلب تنين النار السحري وبيقدمها له. بينشكح الخبيث كده جدا وبيقول شكرا لكم بجد. يا جدع انا بحب قوي مكافآت المهمات المخفيه دي. قبل ما يمشوا بيقولوا له ان هو مرحب بيه يكون حارس بلد شرفي في المعبد بتاعه، وبالتالي هيحصل على جوائز بس بمجرد حضوره. بيفكر كيم ويقول في نفسه العرض ده مش وحش ابدا، وده هيخلينا اكون اقوى كمان. فبيقرر يوافق على العرض بتاعهم، وبيكمل وبيقول في نفسه انا لازم اكون اقوى عشان اقاتل ضد الطائفه القديمه وسينا. لو قدرت احصل على محبه المعبدين دول فانا ممكن اخليهم يقاتلوا معايا ضد الطائفه المجنونه دي.
بيعدي الوقت وصاحبنا بيتمشى في الشارع والناس لسه بتحتفل، فبيقول في نفسه هي الناس دي هيفضلوا يحتفلوا لحد امتى؟ خلينا نروح بلد يا عم احسن. لكن فجأة بيسمع حد بينادي عليه، فبيقف فجأة عشان يشوف مين، وبيقول في نفسه انا متأكد ان الصوت ده مش غريب عليا. بيطلع ده المعالج جيان، فاكرينه المعالج اللي كان فك الختم عن القرن، بس شكله بيبقى مرعوب كده من حاجة. لسه صاحبنا هيكلمه لكنه بيكتمه بسرعة وبيقول له يسكت، وبيقول له ان الطائفة الدينية القديمة بتطارده دلوقتي. ارجوك خبينا عنهم يا سيد كيم، عشان لو شافوني يا اما هيعمدوني يا اما هيخلصوا عليا. بياخدوا صاحبنا المكان بعيد، فبيشكروا جيان وبيقول له الحمد لله، ده انا كنت حاسس ان انا هموت. بيسألوا صاحبنا عن اللي بيحصل معاه وبيستغرب عشان هو ساب مدينة ليفانت اللي كان قال له عليها. بيقول له المعالج جيان انا كنت فعلا هناك ولقيت الخزنة اللي قال لي عليها الحاكم، وبعد تضحيات الذهب قدرت اوصل للمستوى الخامس فعلا، لكن للاسف انا اتقفشت من الطائفة القديمة عشان المكان ده كان من ضمن صلاحية منطقته. انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي يا سيد كيم، انا المهمة بتاعتي دي صعبة قوي، ده انا مطلوب مني ان انا اوصل للمستوى السابع عشان الحاكم بتاعنا يصحى من السبات بتاعه. بيسأله صاحبنا الجدع لو كان محتاج مساعدة منه، فبيتحرج منه جيان كده وبيقول له بصراحة هو انت ممكن تساعدني فعلا، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليك في كل مكان. بيسأله كيم محتاج ايه، فبكل عفوية كده بيقول له ممكن لو سمحت تخلينا ندخل المتاهة العظيمة وتكون في فريقي. بيستغرب كيم كده وبيقول له اشمعنى يعني؟ بيقول له جيان اصل انا محتاج اوصل للطابق العاشر واستخبى هناك، والطابق ده اسمه قلعة البداية. بيفكر صاحبنا ويقول عشان جيان يتم الاعتراف بالمنظمة بتاعته فلازم يخزن قوة مقدسة كبيرة، عشان كده أأمن مكان دلوقتي بالنسبة له حاليا هو دخول المتاهة والتدريب فيها وتخزين الطاقة المقدسة. خلونا نروح عند بوابة دخول المتاهة، وبيكون في حارسين هناك، فبيتفاجئ واحد فيهم لما بيلاقي اصحابنا جايين عليه وبيسألهم عن اللي بيعملوه هنا بالظبط. بيقول له كيم اكيد يعني جايين ندخل المتاهة يا كبير، تدخلوا المتاهة في الوقت المتأخر ده؟ بيرد كيم ويقول له معلش اصل عندنا ظروف. بيقول كيم في نفسه اكيد الحارس ده مستغرب وبيبص لي كده كأني واحد من المجرمين وعامل عاملة سودا، وده طبعا عشان الأقنعة اللي احنا لابسينها دي. بس ده معقول يعني ان هو يفكر كده؟ عشان المجرمين اللي بيكون محكوم عليهم بيهربوا للمتاهة عشان يستخبوا فيها، لان جوه المتاهة مفيش قانون. بيقول الحارس تمام انا خلاص سجلتكم، بس خلي بالك عشان هيتم استجوابك تاني لما تخرج من المتاهة، ده لو خرجت عايش يعني. بيقول له كيم انت بتدعي علينا عم ولا ايه، في ايه؟ وبعدها بيقول في نفسه هو الراجل ده عنده حق والله، ما هو اللي بيدخل احتمال خروجه اصلا بيبقى ضعيف. وبعدها بيبص على جان كده ويقول حتى لو احنا خرجنا فالواد اللي جنب ده يعتبر مجرم مطلوب برضه. المهم بصاحبنا بيدخل للطابق الاول واللي اسمه ختم الحاكم، وبيتكلم جان ويقول هو مش انت اصلا مشهور في المدينة، هو الحارس ده ما تعرفش عليك ازاي؟ بيضحك له كيم كده وبيقول له يا عم الحمد لله ان هو ما تعرفش عليا والا كنا هنتفشخ. بيضحك جان ويقول له عندك حق والله، كانوا يقبضوا عليا ويتهموك معايا. الله صحيح انا حاسس ان المكان ده هادي قوي، وانا اللي كنت فاكر ان هو خطير. ولسه مش بيكمل كلامه بتتفعل الحواس بتاع صاحبنا وفجأة وبدأ يشم روايح غريبة، وبيقول لجان نقيت فيها يا ابن النقاقة؟ انا شامم دلوقتي منى ملوثة. بيستغرب جان وبيقول له منى ملوثة ازاي يعني؟ قال له كيم خلي بالك عشان ده معناه ان في شياطين في المنطقة. لا خلينا اقول لك ان الشياطين جايين علينا دلوقتي وبيهربوا من حاجة. بيطلع صاحبنا المطرقة وبيقول لي جان يعمل له بف بسرعة على السلاح بتاعه، وبيتكلم مع نفسه ويقول ده كويس قوي عشان اجرب قوة السلاح الجديد بتاعي. ورينا يا معلم قوة سلاح من الرتبة اس اس ار عاملة ازاي. وعلى طول بيستعمل سمة الرمي بتاعته وبيحدف عليهم المطرقة وبيخلص على عدد كبير منهم من ضربة واحدة. فبيتفاجئ جيان جدا وبيقول له انت طلعت اسطورة يا كبير، مين يصدق ان ضربة واحدة بس بالمطرقة تخلص عليهم؟ بيقول له كيم لا يا عم انت برضو البف بتاعك عمل شغل عالي، ده الضرر كان مضاعف حرفيا. بيقول جيان انا كنت خايف لحسن الطائفة القديمة تطاردني لحد هنا، بس خلاص احنا قربنا نوصل للطابق التاسع. لكن كيم بيقف فجأة وبيقول لجيان انت يا ابني لو ما اتكلمتش هياخدوك غياب، كل لما تتكلم بيحصل حاجة غلط، ما تسكت بقى. قابل وقعد يابا قابل وقعد، اهم جايين لك مخصوص اهو، الله يخرب بيت بقك يا عم. بترحب بيهم المحققة سميرة من الطائفة القديمة، وبيترعب جيان وبيستخبى ورا كيم. وصاحبنا مستغرب هي بنفسها جاية هنا ليه، وكمان ازاي عرفوا اننا هنا، بس اكيد هي استخدمت سمة التتبع بتاعتها عشان تقدر تلاقينا هنا بسهولة. بتقول له سميرة اخيرا المطاردة العقيمة دي هتخلص النهاردة، وانت كمان يا سيد كيم هتنضم للطائفة بتاعتنا بالعافية. انضم فين يا بنت انت عبيطة ولا ايه؟ بتقول له سميرة ان الكاهنة سينا اصدرت امر باحضارك، وكمان هيتم معاملتك نفس معاملة الكاهنة بالظبط، لانك طبعا شخص مميز جدا عشان الحاكم بتاعنا. بيفكر كيم ويقول يا ولاد المجنونة يفرق ايه ده يعني من انكم تخلصوا عليا؟ بيشتمها كيم وبيقول لها ابقوا اتغطوا وانتوا نايمين، ما تخلوهاش مكشوفة كده دايما وتحلموا باحلام غريبة. بتقول له سميرة ما تقلقش يا معلم احنا مجهزين كل حاجة، احنا هنخليك موجود هنا لحد يوم التضحية بيك.
بيضحك كيم ويقول لهم تمام، طب هتعملوا ايه بقى في معاهدة السلام مع اهين؟ بتبتسم سميرة بخبث كده وتقول له انت اكيد بتهزر يا سيد كيم، انت ما تعرفش ولا ايه ان اي حاجة بتحصل في المتاهة ملهاش دخل نهائي بقوانين الجزيرة. عشان كده يا حراس خلصوا على الفاسق اللي مع السيد كيم ده، وكمان ما تنسوش تجيبوا المخلص بتاعنا عشان نستعجل في الطقوس. بيقول كيم صحيح المكان ده فعلا مفيش فيه قوانين، عشان كده لو انا خلصت عليكم محدش هيقدر يقول لي حاجه، مش كده؟ بيستغرب جيان كده وبيقول له انت متاكد يا اسطى من اللي انت بتقوله ده في اتنين من المستوى الخامس معاها، وكمان باقي الجنود كلهم من المستوى التالت. بيطلع صاحبنا قنبله من معاه وبيقول له ما تقلقش انا هقدر اخلص عليهم بسهوله عشان انا معايا اسلحه اسطوريه وكمان مهارات رتبه عاليه. وفورا بيقول لجيان يحط بفات على القنبله بسرعه عشان يزود من الضرر بتاعها، وعلى طول بيحدفها عليهم في حين ما كانت سميره متفاجئه من اللي بيحصل. زيريبو بتنفجر القنبله فيهم عشان نرتاح منهم، او ده اللي كنا فاكرينه يعني، عشان بنت الصارمه بتقول له انت بجد فاجئتني يا سيد كي، لكن الخدع بتاعتك دي مش هتنفع معانا ابدا. بس كيم يسكت عظيم بيمين ابدا، بيحط السمات الخاصه باطلاق النار ومن ضمنها النار السوداء وكمان تفرع الرصاص، وبينط وهو مجهز صاروخ ار بي جي وبيقول لها اللي فات تسخين واللي جاي الله المعين. وزيريبو بيضرب عليها ضربه واحده بيخرج من البازوكه صواريخ كتير جدا. بس البنت سميره دي برضه مش سهله ابدا، بتقدر تعمل درع حوالين اتباعها وتحميهم من الانفجارات. فبتقول له سميره كل اللي بتعمله ده في الفاضي، قوه الحاكم بتاعنا هتحمينا. بيقول لها صاحبنا امال انت هتقولي لي بس ما تقلقيش كل ده مجرد ترحيب خفيف. وعلى طول بيستعمل تقنية المنى الجديدة وبيسحب منى من الأرض، وبيقول إن هو حاسس بغليان دمه من كمية المنى الزايدة اللي دخلت جسمه، وفورا بيستعمل تقنية التسارع وبيعدي بينهم واحد ورا التاني. بعدها بيستعمل على طول سمات الملاحظة والتفكير وكمان الحاسة السادسة، ولما بيبص على التشكيلة بتاعتهم بيكتشف فيها ثغرة. مش بيستنى وعلى طول بيخرج من معاه السيف بتاع ملك النمور وبيحط سمة شق القمر وزريبيو ضربة واحدة بس بيخلص على الواد ده ويقسمه نصين. بيقلقوا الجنود جدا عشان التشكيلة اتكسرت، وبيزعق واحد فيهم عشان ينظموا نفسهم من تاني. لكن الراجل ده فجأة بيحس بضغط رهيب جاي من وراه وبيقول ان في حاجة غلط. وفعلا لما بيبص وراه بيلاقي كيم بيخرج منه كمية هالة مرعبة، وبيتكلم كيم وبيقول ودلوقتي بعد ما خلصت على اساس المصفوفة فكلكم دلوقتي زي الفراخ قدامي مستنيين الموت. وكالعادة يا سادة كلمة السر هي سيجموند. اكتبها لي في التعليقات لو حابب تطلع معانا في الفيديو الجاي زي الاساطير دول. وطبعا ما ننساش اصحاب اول 3 كومنتات في الفيديو اللي فات لسه مكملين في الاستريك باذن الله، فلو حابب تدعم اخوك حط لايك واعمل شير للفيديو عشان تساعد في الانتشار. كان معاكم اخوك سيف حسام الدين ودمتم سالمين.